كان آخر يوم في رمضان، وميس ولاء قالت لنا إن في عزومة كبيرة للفصل بتاعي. اليوم كان في أوله بجد جميل، لكن اللي حصل بعد كده نسيت أعرفكم بنفسي. أنا هنا عبد السلام، طالبة بالصف السادس الابتدائي في مدرسة نوبل للغات. الفطار قرب ونزلت أروح مع بابا العزومة، ومش هيبقى موجود في المدرسة غير الفصل بتاعنا، وده فيه 27 بنت و3 من المسات هيفطروا معانا. لكن ميس ولاء قالت إنها مش جاية اليوم ده، وبابا وصلني وقال لي إن هيجي ياخدني بعد الفطار. وفعلا دخلت المدرسة وشفت أصحابي وفطرنا سوا، وكان اليوم جميل، وفضلنا نلعب إحنا والميسات ألعاب كتير. والوقت اللي خرجوا فيه الميسات اتفقنا أنا وأصحابي فريدة وخديجة وكرمة ومايا إننا نعمل مقلب في الفصل وفي الميسات، واتسحبنا لحد ما طلعنا فصل من الفصول، واستخبينا وقلنا هنظهر بعد شوية لما يدوروا علينا. لكن للأسف ما كنتش أعرف إن اللعبة هتقلب بجد. طلعنا الفصل وقفلنا علينا، وعدى أكتر من 15 دقيقة وإحنا قاعدين. زهقنا، حسينا إن مفيش صوت ولا في حد بيدور علينا، فقررنا إننا نقوم نخرج من الفصل وننزل ونضحك معاهم ونقول لهم إننا كنا بنهزر. وفعلا قمت أفتح باب الفصل، لكن للأسف الباب اتقفل، وكان كالون الباب بايظ. كان لازم حد يفتح من بره وما ينفعش يتفتح من جوه. اتصدمنا كلنا، وفضلت خديجة تعيط، وفريدة تساعدني أفتح الباب، وكرمة ومايا فضلوا قاعدين بيعيطوا وخايفين. وبعد ما فقدنا الأمل أنا وفريدة إن نفتح الباب، قعدنا كلنا جنب بعض نعيط. ولما حاولت أبص من الشباك لقيت الفصل بيبص على الحوش بتاع المدرسة، وكان الليل ابتدى يجي والضلمة في كل مكان. كنت خايفة جدا، بس كنت بحاول أطمنهم إن أكيد هيدوروا علينا، وأكيد لو حتى مشوا وسابونا بابا هيجي دلوقتي وهيدور عليا وهيلاقينا. وفضلنا قاعدين أكتر من ساعتين ومفيش أي حاجة بتتغير. كنت قاعدة أفكر إن كل الموبايلات تحت ومش هنعرف نتصل بحد. كنت مستغربة إزاي مشوا وسابونا وبابا ما جاش لحد دلوقتي ليه. وفضلنا قاعدين والخوف مسيطر علينا بشكل كبير، كلنا ماسكين في بعض، والمدرسة ما فيهاش أي صوت. وفجأة واحنا قاعدين لقينا رجلين كلب دخلوا من تحت عقب البيت، وكان شكلها رجل كلب واقف بره. اتفزعنا ومسكنا في بعض من الخوف، واختفت بسرعة، بس كلنا شفناها. وفضلنا نسأل بعض ونتأكد. احنا شفنا رجل كلب اسود من تحت البيت. فضلنا نصرخ بصوت عالي اي حد ينقذنا، بس محدش كان سمعنا. احنا كنا في الدور التاني، ومستحيل ان في كلب يدخل المدرسة، اكيد في حاجة غلط. وبعد شوية سكتنا من التعب، وفضلنا قاعدين ماسكين في بعض. وفجأة باب الفصل بيتفتح من بره. فرحنا جدا وقمنا، أكيد عرفوا احنا هنا. وفجأة الباب اتفتح مرة واحدة ومفيش حد واقف قدامه. البنات مسكت فيا من الخوف وفضلنا نصرخ. البنات مسكت فيا من الخوف وفضلنا نصرخ. مين فتح الباب؟ طب مين هنا؟ لكن مفيش حد بيرد، والطرقة برا ضلمة وكنا خايفين نطلع. وفجأة نور الطرقة اتفتح. قمنا كلنا وخرجنا من الفصل واحدة ورا التانية، مسكين في ايد بعض. أول ما وصلنا للسلم عشان ننزل اتقفل النور، وفجأة المدرسة بقت ضلمة علينا. واحنا على السلم ماسكين في بعض فضلنا ننزل واحدة واحدة لحد ما وصلنا لباب المدرسة، ولقينا كل الفصول والمكتب اللي كنا بنفطر فيه مقفول، والمدرسة مقفولة. ساعتها حسينا برعب، ازاي نخرج ومش هنعرف حتى ننط من على السور. السور مليان ازاز مكسور. ساعتها قررت اني اشيل الخوف مني، وقلت لهم اسمعوني، احنا ما عندناش حل دلوقتي غير اننا ندخل نقعد في الحوش على ضوء القمر لحد ما بابا يجي او اي حد ينقذنا. ردت خديجة وقالت لي بس انا خايفة يا هنا، وخايفة رجل الكلب دي تطلع علينا الكلب كله. قلت لها ما تخافيش، احنا هنقعد نقرا قرآن وربنا هينقذنا. وفعلا اقنعتهم،
إننا ندخل في حوش المدرسة، وقعدنا في الملعب على ضوء القمر. لكن بعد شوية كارما قالت لنا: أنا عندي فكرة، تيجي ندخل مكتب ميس ولاء، أنا شفت فيها باب ممكن يخرجنا برا المدرسة. فرحنا وقمنا كلنا واحنا ماسكين في بعض لحد ما وصلنا مكتب ميس ولاء. فتحنا باب مكتبها ودخلنا، وأخيرا النور اتفتح، وفعلا لقينا الباب اللي قالت عليه كارما. ولما حاولت أفتحه كان مقفول، مش عايز يتفتح. فضلنا ندور على مفتاح للباب في مكتب ميس ولاء، لكن ملقيناش حاجة. فضلت أضرب في الأرض من الزعل واصرخ بعياط، وكارما ومايا مسكوني وبيقولولي: اهدي يا هنا. وفجأة حسيت إن في حاجة بتتحرك تحت رجلي. قلت لهم: في حاجة تحت السجادة. وفعلا شلنا السجادة، لقينا باب حديد قديم باين عليه بتاع حاجة تحت الأرض. ساعدنا بعض نفتحه ولقينا سرداب. خفنا ننزل، بس أنا شجعتهم إن ممكن يكون السرداب ده مخرج من المدرسة. وفعلا مسكنا ببعض ونزلنا، وفضلنا ماشيين لحد ما لقينا غرفة منورة في آخر السرداب. دخلنا الغرفة لقينا جرايد كتير ومجلات وكتب. أنا كنت ببص على الأرض لقيت جريدة، بفتحها لقيتها من سنة 1960، وفيها خبر عن حادث كبير في مدرسة اتحرقت فيها سيدة من الميسات. وبقلب الصفحة فجأة لقينا صورة الميس المتوفية، طلعت ميس ولاء مديرة المدرسة. وفجأة النور اتقطع. استنوني في حكايات هنوش.